تعالي بقى لو انت كسلانه كده هقولك تعملي ايه. هتعملي اكله كده في 10 دقايق، واعتبريها بقى اكله بين الوجبات، او ممكن كمان نقول عشاء خفيف بالليل. انا كنت عاملاها بالليل الساعه 2 بالليل يا جماعه، والله كانوا جعانين ومش عارفين هنعمل ايه. قلت لهم تعالوا بقى، دي لعبتي بقى، وتعالوا اقول لكم نعمل ايه. نعمل اكله خفيفه وسهله وسريعه وتمام التمام. بس تعالوا قبل ما نبدأ كده ونعمل اي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بداية كده معايا كيس مكرونة، حطيت كده حبايتين من الطماطم، بصلايه مش كبيرة قوي وسط، فلفل اخضر لو عندك فلفل احمر ماشي، وفلفل اصفر يعني فلفل الوان، وكمان معلقتين كبار من الصلصه، ومعايا فصين توم كده فاتحاهم اخد بس كده الريحه بتاعتهم مش اكتر من كده، ومعايا مكعب مرقه مش حابه تحطيه ما تضيفوهوش بس بيدي طعم من المكرونه روعه، وكمان حطيت كده اقول كوبايه ميه، وهبدا ان انا اغطي عليها واسيبها. وما تنسيش استني، ما تنسيش بقى معلقتين من الزيت، وكمان رشه فلفل اسود ورشه ملح، مش عايزين اكتر من كده ولا عايزين اي حاجه تانية. خلاص تمام كده. احنا كنا قاعدين في امان الله يا جماعه. عملت غدا كده كان يعني عملت غدا واتغدينا، وفي بقى اللي بياكل وفي اللي بيقضيها اي حاجه، ممكن شاي بلبن بالليل، ممكن نعمل سندوتشات جبنه كده يعني بالليل، لان احنا بنتغدى بعد المغرب كمان يا جماعه. فالمهم لقيتهم الساعه 2 بقى سهر ومش عارفه ايه وجعانين، قلت بقى الله طب تعالوا بقى نخش نشوف ايه اللي عندنا ونعمل ايه حاجه سهله وحاجه بسيطه. هو انا دايما بقول اكل الكسلانين، هو ده اكل الكسلانين. على فكره انا قدرت اضحك على اولادي واخليهم يستغنوا عن الاندومي خالص، وخليت لهم البتاع ده المكرونه والنوع ده بديل للاندومي. تمام. بصوا بقى انا كده بدات ان انا اشوفها، ولو محتاجه ميه احط لها ميه بصوا شكلها تحفه. وكمان ممكن كمان لو انت عندك بقى صلصه كده بالثوم، عاملاها مثلا المكرونه قبل كده، تقدري تضيفي بدل الصلصه دي منها، مفيش اي مشكله خالص، هتبقى طعمها حلو. لو عايزاها ان هي حمرا بزياده تحطي زودي معلقه صلصه كمان، لكن انا كنت عايزاها كده كده كانت مظبوطه، وطعمها بجد حكايه على قد بساطتها، بس الطعم والله العظيم بجد حكايه. كان عندي بقى الفراخ اللي هي الجاهزه دي، طلعتها برضو قلت نقلي كده منها وجنب المكرونه وبس كده. الموضوع سهل خالص. تعالوا نشوف هنقدمها ازاي وقولوا لي ايه رايكم في الطبق ده. مش عايز كلام يا جماعه. بصوا هبدا ان انا اغرفها بقى، هي عايزه تنزل سخنه كده تتاكل على طول، ما تستناش لحظه. زي ما انتم شايفين في دخان طالع منها كده بخار يعني، فخلاص هاخدها وهناكل على طول. في الوقت ده بصراحه كنت انا وجنة بس اللي هناكل يعني، ما كانش في حد هياكل تاني غير انا وجنة، فحطيت على قدنا وسبت بقى المكرونه لو حد فكر يعني. كان عندي جنى بتنام بدري قوي، احمد يعني مش قوي، ساعات وساعات، بس جنى الاساسي لازم تنام بدري وتقوم لي مثلا الساعه 6 الصبح، اكون انا بشد في شعري منها. يلا مش مهم. بصوا المكرونه يا جماعه طعمها خطير بجد لا مية مية. بصوا بقى قدمنا الشكل كده وقعدنا بقى، في اجمل من كده؟ تقدري بقى تقولي عليها غدوه. ممكن كده في وسط اليوم لو انت جعانه ولسه ما عملتيش الغدا، تقومي تعمليها بسرعه للولاد يتسلوا فيها كده لحد ما انت تعملي عشوه بالليل زي ما قلت لك كده. الموضوع سهل. يلا بينا، يلا ده بس عشان نكسر الالوانات دي. مية مية. تعالوا بقى زي ما عملنا اكله سريعه، وبصوا بقى زي ما انتم شايفين كده ما خدتش مننا 10 دقايق، لازم نعمل حاجه حلوه برضو سريعه وما تاخدش مننا 10 دقايق. هنعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي هنعمل ايه. بس تعالوا ندوق كده المكرونه ونشوفها مسكت في بعضيها ولا ايه، عشان قعدت شويه كده، قعدت شويه بقى. بصوا ولا اي حاجه يا جماعه، لسه زي ما هي. واو، شوفوا الولاد بيقول لكم حلوه. هاتي بقى البطاطا اللي لسه طالعه دي ومجننانا كلنا. عندي احمد بيعشق حاجه اسمها بطاطا، يعني عايزه اقول لكم لو عايز ياكلها بدل الاكل هيعمل كده. جبت كده كيلو من البطاطا، كنت جايباه من السوق اليوم اللي انا كنت رايحه فيه السوق، والفيديو اللي نزل لكم بتاع السجق وكده. فجبته كده وقلت بدل ما يبوظ مني في التلاجة اعمله برده كده سريع وناكله. على فكره الحلو كلناه قبل الحادق يعني. الفيديو حاطه لكم المكرونه الاول والبطاطا، احنا واكلين البطاطا قبل المكرونه يا جماعه عشان بس العلم، عشان ما حدش يقول لي كلت الاثنين دول مع بعض ازاي. لا ده كان في وسط اليوم كده اتسلينا بيه. بصوا مش واخدين بالكم ان احمد بياكلها نيه طبعا جبت بطاطا كده قطعتها، وبدات ان انا اغسلها كويس. طبعا كنت غسلها قبل ما اقشرها يا جماعه، بالله عليكم نعمل الحركه دي. وهبدا كده اجيب قطع من الزبده وابدا ان انا احطها.
وسكر بس كده. تقدري تضيفي شويه لبن. تمام. عايزه بقى تحولي البطاطا دي لحاجه تانية، هقولك دلوقتي نعمل فيها ايه، بس انا بحبها وبعشقها بالزبده والسكر وفقط لا غير. وساعات لما بيبقى فيه لبن عندي ولا حاجه بحط شويه، مفيش انا برضو بحبها كده بتكون حلوه قوي. بعلي عليها النار كده شويه، وبعد كده ببدا ان انا اغطي عليها بقى زي ما انتم شايفين شكلها جميل ازاي، وبتروح كده. ببدا انا بقى لما تغلي كمان مره كده ولا حاجه ابدا اهرسها في قلب السمنه والسكر، دول بيكونوا تحفه. طبعا بقى ممكن تحولي البطاطا دي بشاميل عادي، نعمل بشاميل حلو ونبدا نحطها في طواجن ونرش البشاميل وندخلها الفرن، مفيش اي مشكله. لكن انا بقى ايه، بحب اعملها كده. ساعات كنت بحط عليها رشه فانيليا كده بتديها ريحه روعه برضو. بس انا زي ما قلت لكم احنا جينا في وسط اليوم كده قلنا نعملها نحلي كده عمال ما الغدا يجهز يعني وكده. تمام. بس كده بصوا شكلها حلو وطعمها حلو. ممكن في اللحظه دي برضو يا جماعه نحط كراميل عليها، صوص كراميل عليها او صوص شوكولاته او شويه مكسرات كده تكوني بتحبيهم وكده، او تستكفي بكده. وانت هتستكفي بكده لو عملتيها بالطريقه دي. محرمتكوش من اي حاجه النهارده، غدا سريع. وكمان ايه تاني يا ولاد، عملنا غدا سريع وعملنا حلو سريع، في احسن من كده؟ لا طبعا. وجودي بتحبها، بتقولي قولي انا بحبها، هي بتحبها وجنة بتحبها. بيبصولي ازاي يا جماعه. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعايه الله، مع الف الف سلامه. باي باي.